ايه الاطلاله دي؟ اطلاله ياسمين صبري في مهرجان في البحر الاحمر. طلت علينا ياسمين صبري طبعا. بصوا الميك اب، اول حاجه الميك اب ده، انا الميك اب عجبني جدا مع تسريحه الشعر بصراحه تحفه جدا ورقيقه جدا جدا. هي طبعا هنا بقى كانت بتحط هنا الميك اب، طبعا جديد ان الواحد يحط الساعه، فاهم انتوا في الايه، فوق الجوانتي وكده. هنا بقى كان الفستان، بصراحه الفستان الميك اب بصراحه تحفه. والحلق طبعا انا حاسه ان الحلق ماشي جدا مع الساعه برضو، بس هو بردك انا عندي يعني هو عادي، مش عارفه ازاي نلبس الساعه فوق الجوانتي، بس عادي يعني. هنا طبعا بتحط ميك اب لنفسها. بصراحه الفستان ياخد 10/10. طبعا انا من عشاق اللون الاسود بصراحه يعني. طبعا هنا بقى كان في شبه الحرمله كده، مش عارفه اسمها ايه ولا، بصراحة حلو، كم وكم كده، لا عجبني بصراحة. مع التسريحة بقى ان هي كده يعني لورا كده. طبعا في ناس بتقول انها بتقلد جورجينا. يا جماعة مش عارفة هو ليه دايما بيقلدوا يعني جورجينا. انا شايفة ان هي احلى والله العظيم، مش عارفة يعني، حاسة ان ياسمين صبري احلى. بس هما طبعا بقى ايه، كل واحد بيبص لايه مزاجه يعني. وطبعا الشعر من ورا حلو بصراحة يعني. كل ده ياخد 10/10. انتوا رأيكم مين أحلى، جورجينا ولا ياسمين صبري؟ وكمان الإطلالة عجبتكم ولا لأ؟ لو عجبتكم واعملوا لايك، واعملوا لايك يا جماعة، حطوا لايك اشتركوا بقى. في القناة. وشكرا في فيديو جديد معاهم جورجينا. جورجينا مين يا ستي؟ أنا اسمي هدير. ماشي. يلا اكتبوا لي بقى ما كومنت هي حلو. بتعمل لايكات، ما احنا بنعمل لهم لايكات. يا جماعة بس كده، هسيبكم مع الصور وباي باي.